مساء الخير، معانا النهارده لويجي. اهلا اهلا. ايه، تحب تتكلم عن نفسك ولا ندخل في الموضوع على طول؟ خش في الموضوع على طول، قول لي انت تسأل نحن نجيب. قشطة. بدايتك منين واسمك برضو كلويجي برضو جه منين؟ لويجي ده كان عادي، كنت قاعد انا وناس صحابي في الكليه عمالين بنتكلم. عارف انت الفيك ايطاليان اكسنت اللي هو سباجيتي وذ ميت بولز، لا لا فاهم، قعدنا نعمل كده فجت كده بقى، جت لويجي كده. بدايتي بقى في ايه اه، بالظبط؟ بدايتك في اليوتيوب يو- وفي مجال الجيمنج برضو. بص انا كده كده يوتيوب عندي من زمان قوي، من يعني التشانل نفسها من 2008. تمام. كنت برفع عليها فيديوهات كده، لا عارف انت الفيديوهات العشوائيه لما تبقى لسه بادئ يوتيوب، عارف انت حاجات اللي هي جيم بلاي سنيبتس بتاع. انا بالنسبه لي كنت بلعب جي تي اي 4. عارف جي تي اي 4؟ عارفها اكيد. لعبتها قبل كده. اه لعبتها. كانت مسمية باين، ليها اسماء كتير كان بيسموها. بس لعبتها كتير، كانت عندي زمان. ايه ده؟ لا كده في مسكونسبشن، اللي كانت بتتسمى اسامي كتير كانت فايس سيتي. هي دي اللي فويس كان سيتي سان اندريس برضو، بس دي برضو اتسمت اسماء يعني امم زمان برضو. جاتا دي كانت اسوان اتسمت وحاجات كده لا غريبه. لا، اتسمت جاتا 100 تقريبا او جاتا 99 حاجه زي كده. بص، هي هو جاتا. هو جي تي اي فايس سيتي كان ليها كذا اسم علشان كان بيبقى حد اسمه ايه ده، يعني ليها كذا مودز، بيبقى مود معين، مود مش عارف العربيات، مود مش عارف ايه، فكل شويه لما ينزل مود جديد ويحطوه في اللعبه سايبر ياخده فيقول لك دي جاتك جديده، فاهم؟ اه فالموضوع بهوأ من هنا. لكن لا، جي تي اي 4 دي اللي هي دي تعتبر اول جزء في الاتش دي يونيفرس بتاع جي تي اي. انت لو تعرف روك ستار مقسمه الالعاب بتاعتها ال 2 دي يونيفرس، اللي هو جي تي اي 2 1، اه لحد جي تي اي 1 و 2. ولا بعد كده اللي هي من كانت 3 توب بقى داون. يبدأ ال 3 دي. ايوه، من اه اول 3 ده 3 دي يونيفرس اللي كانت طفره ساعتها جي تي اي 3. دي كانت بعد اول جزء انا لعبته بز... اصلا. ايوه دي كانت، بص كانت ثوره، يعني كان الموضوع كان مبهر، اللي هو انا فاكر جي تي اي دي اللي بنلعبها من فوق، ايه ده احنا دلوقتي بنلعب في مدينه وبتاع. ده كانت بدايه ال 3 دي يونيفرس. ال 3 دي يونيفرس ده بقى فيه مين؟ جي تي اي 3، جي تي اي فايس سيتي، وسان اندرياس. حتى تلاقي ممكن شخصيات من اللعب دي يخشوا في بعض. امم انت في شخصيات من جي تي اي فايس سيتي ظهرت في سان اندرياس، فاهم؟ فاهم اه. فبعد كده بقى جي تي اي 4 دي بدايه ال اتش دي يونيفرس. دي بدايه بقى اللي هو النيو جينيريشن، ساعتها كان اكس بوكس 360 وبلاي ستيشن 3. اه ايامها بقى. بالظبط فاهم. فكان ساعتها ده كان اول جزء، فكانت يعني بص كانت فعلا يعني كانت عالم تاني، اللي هو انت معاك موبايل في اللعبه، معاك بتتكلم الشخصيات اللي في اللعبه ممكن تخرج معاهم، فاهم؟ تروح بولينج اه والموضوع اصلا طور بعدها، اتعمل له ابديت حوار الموبايل برضو يكون معاك في اللعبه، او زي جي تي اي 5 او كده. ما بالظبط، يعني كان فايف، حتى كمان كان فايف ما كانش مهم قوي زي فور. فور انت كان في مهمات، يعني مثلا كان في مهمه في فور، جي تي اي 4 دي امم كان انت المفروض بتحاول تقتل واحد بس انت مش عارف شكله، وهو موجود في جنينه. تمام. ففي الجنينه دي امم يعني انت مش عارف شكله، هتعرفه ازاي؟ فهو اللعبه بتقول لك خليك كلمه وامشي في البارك. طول ما انت ماشي في الجنينه دي عمال بتكلمه لحد لحد ما اما تلاقيه. تسمع الصوت صدى، اللي هو انت تسمعه ساعتها، فاهم؟ عرفته، فانت رحت بقى تموته. فكان لا، كان في كميه استغلال للميكانيكس والفيتشرز اللي في اللعبه كانت عظيمه في جي تي اي 4. المهم نرجع لمرجوعنا. ما وصلتش الميشن ده. اه نرجع. احنا دخلنا في تريفيا جي تي اي شويه بس. كنت ساعتها بقى ايه، في اللعبه بتاعت جي تي اي 4 كان فيها فيتشر برضو اسمها الروك ستار اديتور. كان في زي ان جيم عارفها اديتور اه. كان بتسجل. باين بيحطوا فيها مسارات وبيحطوا سبايدر مان بقى وحاجات مش عارف ايه. ايه ده؟ لا لا لا، انت لا. ولا انهي؟ بص لا ده الل- جزء تاني. اللعبه دي كان كانت، في سان اندريس، ده كان سان اندريس. كان موجود سان اندريس و5 بس. هو ايه ده؟ حوار انت تعدل في اللعبة وتحط مثلا مودات او كل ده. لا انا مش بتكلم على المودز، دي حاجه بيلت ان جوه اللعبه، زي امم روك ستار اديتور. ده بيبقى ايه؟ بيديك القابليه انك انت تسجل الجيم بلاي. حلو. يعني مثلا حصل حاجه، انت فاهم. مشيت بالعربيه، اتقلبت بيها بتاع، موتت بيها حد ايا كان، دوست بيها مش عارف مين، المهم انت سجلت السكشن ده. بعد ما انت سجلت ليك بقى انك انت تخش على روك ستار اديتور. بيعمل ايه ده بقى؟ شفت انت الكليب اللي انت سجلته ده؟ اه هتعيده تاني، بس انت عندك الحريه انك تمشي في ال 3 3 دي وورلد انفايرمنت بتاعت اللعبه. يعني انت دلوقتي بدل ما انت مصور، يعني عارف انت مثلا بتيجي تصور بكاميرا في الافلام،
بتصور بالكاميرا، امم. بس انت في الاخر الفوتج اللي عندك 2 دي، يبقى انت عندك زاويه واحده بس. لا هنا بقى انت سجلت الحته دي، فاهم؟ عالم اللعبه ليك فاهم كامل اه. الحريه انك انت تغير الزاويه اللي انت عايزها. فانت كانك صورت 3 دي environment، فاهم ازاي؟ فاهم اه. فانا كنت بقى بعمل فيديوهات اللي هو مثلا ايه، انا ماشي بالعربيه ودوست حد بركان نطيت من الكوبري. فكنت رفعت فيديوهات بقى قديمه، لو انت شفت التشانل عندي في اه فاكر الفيديوهات اللي انت كنت بتصورها على الجي تي اي مثلا تعمل بيها فلوجات؟ ايوه. لا مش دي لا دي 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 ولا برضو انهي؟ استخدمت فيها الروك ستار اديتور بتاع جي تي اي 5. ايوه بالظبط، حاجه زي كده. انا بقى اه. كنت بعمل اول بقى فيديوهات رفعتها كانت فيديوهات جي تي اي 4، اللي هي اللي انا عملت فيها اديت في الروك ستار اديتور. لو شفتها استنى اقول لك الاسامي بتاعتها. ايه ده؟ لا انا فاكر اصلا من اكتر فيديو انا بحبه ليك لحد دلوقتي والله كان الفيديو بتاع اللي انت عملته جي تي اي الواقعيه. جي تي ايه الواقعيه حقيقي. اللي انا بمثل فيه ان انا بلعبه صح؟ اه انا حقيقي مستني انا انا لحد قعدت اتفرج في الاول اللي هو اساس فكرت العبها بجد او مثلا انتوا مثلتوا او عملتوا اجزاء فيها. وبعد كده انا لحد ما خلص الفيديو مش مقتنع انا عايز العبها فعلا. للدرجه دي الجرافيكس حلوه؟ ما واقعية. حسيتش ان تقريبا الانيميشن بتاعي وانا ماسك برطمان عسل امتنان وانا عمال بعمل يعني كده. اعلى من ستيشن 5. اه لا دي محتاجه جهاز بقى ار تي اكس 30 770. 70. 3070 ايه بقى؟ بالجرافيكس دي محتاج بقى 10070. تقريبا. فبس انا كان عندي نظريه على حوار ان ليه بتوع السايبرات او كده كانوا دايما بيغيروا اسماء الالعاب عشان يخلوك مثلا لو جبت جهاز او حاجه تروح برضو السايبر عشان تلعب اللعبه عشان انت مش تعرف اسمها. انت تعرفها بس اسمها كده وموجوده في السايبر فتروح السايبر ما تقدرش تلعبها. ممكن والله كان ساعتها ما فيش نت عشان تعرف اخبار الالعاب ايه، فانت كان كل اكيد اه انت مش المصدر. هتدور على النت مثلا كده هتدور على جاتا مثلا المصريه جاتا مش عارف ايه ما مش هتطلع لك. بالظبط، فانت كانش في نت اصلا، فانت تقريبا سورس الانفورميشن الوحيد هو الرجل السايبراتي، الراجل اللي ماسك السايبر. هو ده اللي يقول لك هو عنده اخر جديد. حتى الناس كانت بتعمل بيزنس ان هم يقول لك كارد فيه 20 لعبه مش عارف ب 50 جنيه، حاجات كده غريبه. على فكره الحوار ده لسه شغال. والله بس يعني اه انا حاسس ان هو يعني بمساحات الالعاب الحاليه يعني فاهم اللي هو الموضوع مش مجدي، يعني اللي هو انا شفت الحلال الحوار ده احسن في في مول. الاخر، فاهم؟ شفت الحوار ده في مول بستان على فكرة. كان واحد ناس يعني بتبيع ايه الجيجا بنص جنيه فيبيع لك مثلا لعبة 40 جيجا ولا حاجة يبيع لك ب20 جنيه. طب اللي سعر ان الجيجا بنص جنيه اسعار على اساس ايه بقى؟ نفسي اعرف. يعني ايه ده في منافسة ده في سوق ومنافسة ده في بيعمل الجيجا بربع جنيه وفي اللي بيعمل بجنيه. اه عرض وطلب يعني، كريبتو اه زي بالظبط. الكريبتو كده. طب حلو والله، يعني العالم العالم بسم الله ما شاء الله بيتقدم وبيواكب التقدم. لا. ايه بس آه، فالمهم انت كنت بتقول ابتديت بقى امتى بدايتك بجد؟ اه. اه. ففي الاول كنت بعمل فيديوهات العشوائيه بتاعت جي تي اي دي. امم. بعد كده بقى ابتديت يعتبر ابتديت فعليا اظن يعني من 7 سنين. امتى بالظبط؟ استنى نتاكد. من 7 سنين يعني 2016. ده يعتبر البدايه الفعليه ككونتنت كريتور بقى. في الاول كنت بنزل جيم بلاي عادي، بس بعد كده حسيت ان هو ايه، يعني انا نفسي لما اجي اتفرج على جيم بلاي بحس ان انا بزون اوت، بفصل كده، بحس اللي هو واحد بيلعب عشوائي بيقتل في ناس وخلاص. بحس ان انا مفتقد عنصر الكونتكست او السياق اللي هو ايه اللي يخليني اكمل. ففكرت اعمل حته ان انا مثلا ايه اجيب كويست معين، يعني مثلا عارف فول اوت 4؟ اه عارفها. لعبتها قبل كده؟ لعبتها مرة على البلاي ستيشن زمان. 4 ولا لا 76؟ فور. 4 صح. لا آه فور ما هي فور كانت مشهورة وقتها كانت نازلة أصلا في اسمه ده معرض اي اي او في في اي اي. ايوه ايوه، كانت من الالعاب يعني اللي زي ما بيقول لك كده اللي هو المنتظره، كانت عامله جو ساعتها. ف... اه ف... كان. فاللعبه دي لو انت مش عارفها او يعني بيتفرج انا مش عارفها، هي المفروض ار بي جي اوبن وورلد. بتختار انت الشخصيه بتاعتك، بتختار الستاتس بتاعتك، بتختار طريقه لعبك، هل انت عايز تبقى
قوي وعمال بتدب وخلاص، ولا عايز تبقى رجل دبلوماسي بتعرف تتكلم وتقنع الناس ببقك، كاريزماتيك، شخص كاريزماتيك، او هل انت مثلا شخص حرامي بتحب تتسلل وبتاع وكده. فهي بتديك الحرية انك انت تلعب بالطريقة بتاعتك من غير ما يمسك ايدك، فاهم؟ فكان الفكرة دي بقى، يعني انت عندك بتبقى قصة اساسية وسايد اه كويست. السايد كويست دي بقى كتيرة قوي. فكان في بقى كام سايد كويست عجبوني، قررت ان انا يعني اسجلها واعمل شرح للكويست ده، اللي هو انا دخلت ازاي، ايه اللي حصل، بحكي تجربتي معاه. من هنا بقى زي بتعملوا حاليا في هيتمان او كده. بالظبط، هي زي كده بالظبط، اللي انا بشرح الليفل او الكويست بطريقة قصصية، بحيث ان اللي بيتفرج يبقى فاهم السياق، مش شايف واحد عمال بيقتل هم طخ طخ، هو مش فاهم اللي بيحصل، ايه الجول، ايه اللي بتاع. فانا حبيت ان انا يعني اعمل سياق معين له بدايه وله نهايه، بحيث ان ايه، يعني كانها قصه يعني صغيره. من هنا بقى جت طريقه ان انا الناراتيف، او ان انا اقعد اكتب سكريبت لفيديوهاتي، فاهم؟ فمبقاش جيم بلاي صرف يعني. فاهم. اه ما بقاش اللي هو حاجه سكريبتد اكتر من هي تكون جيم بلاي، بالظبط، اللي هو يعني متعوب عليها. يعني كاني بلخص تجربتي مع الموضوع بطريقتي، فاهم؟ هي كده. فاهم اه. زي برضو فلوج لوس سانتوس. وفيديوهاتك، بتقول ايه فيديوهاتي ايه؟ بقول لك فيديوهاتك مع بيستي برضو دي كانت من بدايتك تقريبا. بالظبط، هي البدايه كانت من هنا، وبعد كده كانت جيم بلاي صرف. بعد كده بقت اسمه ايه ده، زي ما بقول لك كده بحكي ناريتيف. وفي امم بقى الفيديوهات الناريتيف صرف، اللي هي زي فيديوهات ستيك مان. اه دي بحبها جدا، اه، اللعبه دي كانت ترند وقتها. لعبه ايه؟ ستيك مان. لا مش اللعبه، انا بتكلم على فيديوهات ستيك مان، اللي انا فيديوهات اللي هو اه زي فهمت. المطعم الصيني وتاريخ الميمز وكده. تمام فهمت فهمت قصدك. ايوه ايوه، انت ما افتكرت برضه دي انا كانت. عارف ان انا قصدك لعبه ستيك مان، ستيك فايت ذا جيم، صح؟ اه ايوه دي كانت حلوه برضه، دي كانت عامله زي دات جيم كده، انت بتقعد تقتل الناس بالستيك، اه يعني انت بتلعب بستيك مان بدادج معاه. وبيجيلك اسلحه وتقعد تقتل وتموت وبتاع. ايوه ايوه، دي لذيذه. وفيديوهات الستيك مان برضو بتاعتك، هي كانت فترة هي أكتر حاجة أصلا شهرتك تقريبا، اللي هي فيديوهات المطعم الصيني أو كده اه بالظبط، وقتها يعني. انا هو الطلعه بتاعتي كانت تاريخ الميمز ده، زي ما بيقولوا كده وينت فايرل، انتشر جامد. من هنا بقى القناه تعتبر اتعرفت اكتر، وكانت تعتبر بقى البدايه برضو التانية ككونتنت كريتور، فاهم؟ يعني في بدايه اللي هو ابتديت ارفع، دي بتاعت الانطلاقه، فاهم؟ امم هي كانت فيديو تاريخ الميمز. بعد كده بقى يعني خلاص بقيت بركز بقى ان انا اعمل فيديوهات ناراتيف ليها علاقه بالجيمز عامه، او بتلمس في الجيمز، فاهم؟ فاهم اه. طب أنت عايز القناة نفسها تبقى فين دلوقتي أو تعمل إيه بعد كده؟ والله يا ابني انا بحب اعمل فيديوهات، حتى تلاقيني مش منتظم قوي. بحب اللي هو اطلع حاجه تبقى، عارف انت زي ايه اسمها، بيقولوا عليها ايه، تايمليس. ان هي تبقى لو انت شفت الفيديو ده النهارده، تشوفه بكره، تشوفه بعد، تشوفه بعد 10 سنين، يبقى الفيديو تعرف تتفرج عليه على طول، ما يبقاش مرتبط بالترند او كده. مرتبط بزمن معين اه. يعني مثلا في يعني مثلا في نوع من الكونتنت اللي هو مثلا ايه، في لعبه لسه هتنزل، فانت تنزل فيديو مثلا اللي هو الايه الايرلي اكسس، فده هيبقى عليه ديماند لما اللعبه، يعني قبل ما اللعبه ما تنزل، لان الناس لسه عايزه تشوف اللعبه تبقى عامله ازاي، فاهم؟ فمثلا انت عملت فاهم اه. اللعبه لسه هتنزل، فانت لعبت الايرلي اكسس فتلحق تنزله علشان الناس تشوفه. اسمه ايه ده، فده حلو بعد بس في كده الايرلي وقتها. اكسس مش هيكون بعد كده اللعبه الايرلي اكسس نزلت بعد كده بقى، ملوش لازمة. بعد كده اللعبه امم نزلت بقى خلاص، فساعتها بيبقى الفيديو الايرلي اكسس ده خلاص ملوش لازمه انك تتفرج عليه. غير بقى لو انت بقى بتعمل دوكيومنتري بقى وعايز بقى تشوف تاريخ اللعبه، بس غير كده الافريج او الكاجوال فيور مش هيبقى مهتم قوي انه يشوف فيديو ايرلي اكسس للعبه اوريدي نزلت وبقى لها سنين شغاله، فاهم؟ فاهم اه. فبقول انا يعني الهدف بتاعي ان انا اعمل فيديوهات تعتبر يعني ايه، تتشاف في اي وقت. لو ما كنتش دلوقتي اصلا بتعمل المحتوى ده على اليوتيوب كنت هتكون تعمل ايه اصلا؟ والله مش عارف، بس هي جت كده most likely programming بقى، لان انا ايه كده كده خريج كمبيوتر ساينس. بس امم دخلت بقى في الكونتنت كرييشن وعجبني الموضوع حلو برضو مم. يعني بقى. اصلا نشوف لويجي لو كان بالشكل ده مثلا بيقدم محتوى بروجرامنج، هيبقى شكله عامل ازاي؟ ستيك مان بيشرح والله اكواد ممكن تصدق مش هنختلف كتير.
ممكن في الاخر بقى ابقى انستراكتور بروجرامنج، مش جيمز، فاهم؟ اه. والله ممكن، والله ستيك مان بيشرح انا اكشلي جربت قبل كده اعمل فيديوهات، كنت بروبلم سولفينج. لو انت مش فاميليار، ففي حاجه اسمها البروبلم سولفينج في عارفها اه. الكومبيتيتيف بروجرامنج، اللي هو تبقى مساله. انا نظم معلومات برضو. انت حاسبات برضو؟ طب يا عم احنا زي بعضينا. اسمه ايه ده، في اه اللي هو الحاجات اللي هي الكود فورسز وكده، اللي هو انت يجيب لك مساله وانت تحلها، اه عارفها. وتحلها تشوف بقى اللغه اللي انت عايزها، سي شارب بقى، سي بلس بلس، بايثون، ايا كان. مسألة خوارزمية وانت بتحلها. بالظبط. فانا كنت عملت كام فيديو كده، كنت بحاول اجرب اللي هو انا عشان افهم المساله، فقلت يعني افهم يعني اشرحها لنفسي واعملها فيديو، بس لقيت الموضوع بياخد وقت ومجهود، وغير كده مش يعني مش بحل المساله باكتر طريقه اوبتيمال، فلقيت ملهاش لازمه يعني. فركزت، امم. قلت بقى لا، خليني في الايه، في الحاجه اللي انا مركز فيها اكتر. احسن برضو يعني، حاجة تحبها كمان. لا بالظبط، يعني الموضوع بيبقى انجويبل بالنسبه لي. هو اي نعم، وانت بتedit مش كل لحظه انت بتبقى مبسوط فيها، اللي هو الله انا شغال، لا، في اوقات وانا بإيديت اللي هو رب عايز اخلص، فاهم؟ بس هو الفكره انك انت عشان حابب الحاجه، فانت بتعرف تتعامل مع قرفها، فاهم؟ فاهم اه. بس فهو ده اللي مخليني مكمل. طب اكتر العاب انت حبيتها من تختيمك ليها وترشحها لاي حد يعني؟ والله العاب كتير، في العاب كتير قوي، بس مثلا من الحاجات الحلوه جدا برنس اوف بيرشيا وورير وذين. اللعبه دي بالنسبه لي لعبه الطفوله. عارفها؟ لا ما سمعتش عنها، دي عبارة عن ايه؟ عارف يعني السلسله بتاعت برنس اوف بيرشيا اصلا؟ سمعت عنها؟ مش فاكر، لا مش فاكر بص، بصراحة. دي لعبه قديمه نزلت زمان قوي، اصلا كانت ايام ال 2 دي. كنت بتلعب بواحد اسمه برنس اوف بيرشيا، تمام؟ امير بلاد فارس. ده لعبه اه 2 اه. دي بلاتفورمر، بتقعد تنط وتحارب جاردات وبتاع وعساكر وكده. ونزل منها جزئين. بعد كده نزل منها في التسعينات جزء اسمه برنس اوف بيرشيا 3 دي. بعد كده عملوا سلسله جديده في الاوائل الالفينات كده، 2003 2005 و2007، تقريبا 2007، ما علينا، يعني في الالفينات. اه اسمهم فاهم. برنس اوف بيرشيا ذا سانز اوف تايم ترايولوجي. نزلوا 3 العاب بتحكي برضو قصه البرنس ده، بس بقى فيها عنصر سوبر ناتشرال كده شويه، انك انت في رمال سحريه حلو بتتحكم ده. في الزمن، فاهم؟ لا حلو ده. حاجه كده انا بحب ميستيكال الحاجات كده. سوبر ناتشرال او كده في ايوه. الالعاب. لا وغير كده ده في وقت العصور الوسطى بقى، فحاجه سوبر، حاجه كده زي علاء الدين والبساط السحري، فاهم؟ يعني نفس اه الجو فهمت. كده. حتى الساوند تراك بتاع اللعبه كان كان اسمه ايه ده، كان طبلة وحاجات شرقي، وتلاقي عود وبتاع، وتلاقي صوت اللي هو الناس اللي هي بتغني بتقعد تصوت كده، بيقولوا كلام مش مفهوم، فاهم؟ فال ابقى اجربها لما اخلص الفيديو ده. لا ريكومندد جدا. اسمه ايه ده، في 3 العاب نزلوا من السلسله دي، يعني قصدي السلسله اللي انا بحبها، لان لازم منها العاب كتير يعني. بس اللي بقول لك عليها دي سانز اوف تايم ترايولوجي. اول جزء ده كان شرقي قوي. تاني جزء ده اللي كان ايدجي، ده اللي كان بقى ايه، عارف انت لما، عارف انت الناس اللي هي المراهقين اللي هم المتعصبين دول ويحبوا ميتال بقى وكده، تحس انها واخده الجو ده. اه اه برنس، حلو ده. فاهم؟ عجبني جدا. الساوند تراك بتاعها، مع انك انت في الميدل ايجز في العصور الوسطى، بس هو ميتال، فاهم؟ يعني انت بتسمع جيتار وروك، فاهم؟ الكتريكال جيتار ريفس شغاله وانت عمال بتحارب بالسيوف، فالكومباينيشن ده بالنسبه لي هي كان. اللعبة اصلا استراتيجي ولا لعبة اوبن وورلد وكده لا ولا هي اكشن ادفنتشر. ميشنز؟ اه هي بص، هي تعتبر مترويد فينيا. هي بص، هي تعتبر ليفلات، يعني ليفلات في عالم كده، مش اوبن وورلد، ليفلات، بس انت ليك حريه انك انت تتحرك في الليفلات شويه، فاهم؟ يعني انت مش ماشي لينير قوي يعني، فاهم ازاي؟ فاهم اه. فهي لا ريكومندد جدا انك انت تجربها والله. انت هتكمل في فيديوز التجارب الاكل الصيني تاني ولا خلاص كده وقفت؟ اظن خلاص كده وكده. المطعم الصيني ده ساعتها انا كنت لسه مكتشفه جديد، فالفيديو ده عملته، فاهم؟ جينوينلي كده من قلبي، فاهم؟ اللي هو المطعم اللي ملوش اسم، فاهم؟ وحكيت اللي حصل. بعد كده لقيت الناس انترستد تعرف اكتر، فرحت عامل فيديو تاني اللي هو مطاعم صينيه مستخبيه. ده اقول كل انواع، يعني اماكن المطاعم بتاعت الموجوده في مصر فين، اماكنهم فين وكده.
بس بعد كده بقى اللي هو الفيديو ده اصلا يعتبر برضو دلوقتي اوبسليت شويه، علشان في مطاعم بتقفل، مطاعم بتفتح، مطاعم الاونرز بتوعهم بيتغيروا، فاهم؟ فاهم اه، فيبقوش نفس فمستوى الكواليتي. الاكل بيتغير كمان اه. بالظبط فاهم. فيعتبر اظن خلاص اللي هو انا يعني اظن ان انا يعني مش ما فيش حاجه تاني اقدر اقدمها عن الاكل الصيني يعني. ما تعمل مطاعم ياباني مثلا او انواع تاني مختلفة. احنا كده يعني، هو مفيش مطاعم ياباني في مصر، يعتبر كلها امريكانايزد سوشي. يعني انت عارف اكلت سوشي قبل كده؟ اه كلت كتير اه. السوشي ده يعتبر مش سوشي اوثنتيك، هو سوشي امريكانايزد. سوشي بقى مقلي بالجبنه وبتاع، يعني مش اكشولي سوشي. مش حد ياباني واحد اسمه فاهم يعني، واحد ياباني اصلي قرر يفتح حتى اللي محل. بيطبخوا كلهم مصريين اغلبهم. بالظبط، بيبقى بيزنس، واحد مثلا عايز يعمل بيزنس مطاعم سوشي وايجن، فاهم؟ فاللي هو امم. طعمه حلو وكل حاجه، بس ده مش اوثنتيك يعني. هو انا بقى بيبقى كوميرشال قوي، حاجه تجاريه بس بيزنس حلوه، بس هو مش اكشلي، مش اصلي. مش عارف انت مثلا تيجي تاكل فول وطعميه مع عبده، فاهم؟ عبده ده انت عارف ان عم عبده ده اه مصري، هو بيعمل فاهم يعني نفس ده، مش موجود بقى غير لما تروح مثلا محل مثلا في التجمع بيعمل فول وطعمية. اه بالظبط، هي نفس الفكره كده. بدل ما انت تروح لعم سوشي الياباني واحد يعني ياباني، عم بقى بس ياباني ماسك المحل وهو اللي بيتعامل. لا انت رايح عادي عند واحد مصري عادي يعمل البراند بتاعته. فهمت اه. بس فبالنسبه لي ما بقاش في حاجه ليها سحر قد مطعم الصيني، لان هم كانوا ناس صينيين بجد وبتاع. دلوقتي بقى مش عارف بقى، ما في مطاعم بتبقى بيزنس برضه وكده، فالموضوع بص بقى ايه داخل في بعض. وطب والفيديوهات الفيديوهات اصلا كنت انت تعملها عن ريفيوز مثلا للاكل لحاجات صيني مثلا او ياباني كنت بتجيبها من بره، هتكمل برضو فيها لا ولا لا، دي حاجات خلاص كده، كانت مرة؟ دي حاجات كده فين بتبقى. وفين كل فين وفين. اه بالظبط يعني، لو طلبت معايا، هو كده كده انا بنزل، انا عشوائي جدا في المحتوى، انت عارف. اه فاهم اه. بنزل برضو على حسب اللي انا شايفه ممكن اطلع منه بكونتنت، فاهم؟ لكن مش ستيبل، لا ممكن كل فترة كده لو جت معايا هعمل فيديو اجرب سناكس وكده. بس امم. الاساسي ان انا بحاول ان انا اعمل فيديوهات قصصية او ليها علاقة بالجيمز يعني. احك مين من اليوتيوب قول اه. مين من اليوتيوبرز مين من اليوتيوبرز يعني عايز تعمل معاه حلقة او تشاركه في محتواه او كده؟ عادي، انا اوبن مع اي حد عادي، مش حتى لو اجنبي. لو اجنبي. ما هو اجنبي كده كده مش هنعرف نوصل لكونتنت مع بعض يعني ما ايه. فاهم كفكرة يعني. يعني بص، في واحد اسمه جاك سيثر، ده انا فاكر كان عمل فيديو عن ريد ديد اونلاين، بيحكي ان قد ايه ان هي ماتت او بتموت. فكان ساعتها اول فيديو في التشانل عنده، كان لسه مش عارف 2000 سبسكرايبر ولا حاجه. الفيديو ده انتشر جامد. دلوقتي الواد يعني خلاص بقت اليوتيوب شانل بتاعته معديه تقريبا 300 الف حاجه كده، و... وساب شغله علشان يشتغل فول تايم على اليوتيوب شانل بتاعته، فاهم؟ فبالنسبه لي اللي هو ايه، لسه شفته هو لسه فاهم من الاول، بعد كده لقيته كبر، فاهم ازاي؟ فده اه it would be nice لو عرفنا نكولابريت سوا. بس هو كده كده صعب، لان كده هو اجنبي بيتكلم امريكي يعني بيتكلم انجليزي، وانا مصري بتكلم عربي، فايه الكونتنت اللي هنعمله، فاهم؟ فاهم اه يبقى الجمهور مش هيفهم محدش هيتابع محدش اه، ده فاهم. جمهور وده جمهور. بالظبط. ففكره الكولابريشن اصلا انك انت ايه، يبقى في some type of similarity بس مش قوي، بحيث ان ايه الجمهور اللي هنا وهنا يقبل ده وده، فاهم؟ بس يكون في شويه similarities فاهم على اه، الاقل. انا يكون من نفس الكوميونتي حتى. ما مش لازم الكوميونتي، او انت ممكن تجيب يعني كولابريشن مش شرط تجيب من نفس الكوميونتي، انت ممكن تطلع لكوميونيتيز تانية. هو ده فكره الكولابريشن يعني، بس برضه يكون في امم. شويه similarities من باي شكل، فاهم؟ فعشان مثلا مش عارف يعني، يعني مثلا ميك اب ارتست ممكن اعمل فيديو عن ميك اب، يعني مش انا اللي هعمل الميك اب يعني. اكيد. يعني مثلا واحده ميك اب ارتست مثلا انا اعمل فيديو بلعب لعبه عن ميك اب، دي ممكن تصدق. بس لا انا ممكن بحاول اه، زي العاب لعبة تلبيس تلبيس تامر حسني تلبيس بنات. ساعتها هيبقى ده الكونتنت اه. بس لا انا بحاول اشوف لك، انا كنت هجيب مثل الميك اب ارتست على اساس ان هو ده مثال ما ينفعش اعمله، بس اتضح انه ممكن يتعمل. لا في ايه تاني، ايه اللي ممكن ما يتعمل؟ كورة. لا، ما انا عملت فيديوهات عن الكوره قبل كده، اه العاب صح كوره. افتكرت. آه افتكرت في كتير.
سياسة. ممكن لعبة استراتيجي. لا استنى. العاب دي محتوى ديني يعني استحالة برضو. ما في العاب بقى معلومات عامة عن اه صح. عادي اه معلومات عامة. التيتل عامة جيمز دخلت واضح في كل حاجة. يعني يعني انا ممكن اه عشان انا الجيمز دخلت في كل جيمز حاجة. ممكن كولابريشن مع اي حاجة. يلا. بس يعني انا اوبن كده كده لما بشوف يعني ايه. يعني دلوقتي ما فيش حاجة في دماغي، بس عادة لما بلاقي فرصة ان انا اعمل كولابريشن ممكن تنفع بخش فيها على طول. فانا اوبن يعني فاهمك. مع اي كولابريشن. اكتر يوتيوبر اجنبي انت بتحبه تحب تتابعه او عربي براحتك؟ اجنبي كان في واحد بقى من الاو جيز بتوع يوتيوب اسمه كان اسمه ايه؟ استنى اعرف اسمه. راين هيجا. راين هيجا. تسمع عنه؟ لا ما سمعتش عنه ده من الاو خالص. جيز من اوائل انا توقعت انت تقول ريدل. ايه. توقعت انت تقول ريدل. اسمه ايه؟ ريدل. رادال قصد. ريدل. رادال اللي هو اه هو ده. النمساوي ده جامد قوي برضو. ده اه ده انت عرفته ازاي؟ انا اعرفه تقريبا من حوالي 4 سنين بتابعه، خصوصا هو فيديوهاته هو وجدته بالنسبه ايوه له اكتر فيديوهات. بابوشكا. بوشكا. ويقعد يضحك ويدب في الترابيزه. لا ده الايديتنج بتاعه. بص انا اصلا تحفه انا عرفته. حرفيا. اكتر واحد بص اكتر حد بعدك بشوفه بيعمل بيتكلم عن جي تي ايه وبيلعب جي تي ايه بشكل جامد. هو اصلا اول فيديو شفته ليه كان ازاي تإيديت فيديو يكون عن الجيمنج. فشفت بقى الايديتنج بتاعه. بعد كده شفت بقى فيديوهات سان اندرياس والمودز اللي بينزلها ومش عارف لا او بص مسك جي تي اي سان اندرياس يعني ما مرمطها. سابهاش. مرمطها تعبت معاه جي تي اي سان اندرياس. ريدل من الناس الحلوه. راين هيجا من الاو جيز كان بيقعد يعمل سكتشات. كان سكتشات مبنيه على قلاشات وبتاع. كان كرييتيف جدا. بيور باي برضو كان له اوقاته. ما كنتش بتفرج عليه على طول لانه اه كان زمان اكتر كنت بتابعه، بحب اتابعه اكتر. من اكتر فتره كنت بحبه فيها كانت الفتره لما كان ايدجي. لما كان بيعمل فيديوهات بقى وعامل صوته كده بيتكلم كده فاهم. فاكر الفتره دي؟ اه في ايام ميم ريفيو. إيه لا دي برضو. لا في فتره قبلها قبل ميم ريفيو برضو. الفتره لما كان عامل شعر اصفر. لما ما كان هو عامل برضه كان شعره بيكمل. يعني ديرتي بلوند اللي هو الشعر الاصفر قوي. مش اللي هو هو دي قديمة، لا 2016 كده. ايوه هي الفتره دي بالظبط. دي الفتره دي كان قشطه لذيذ. مين تاني؟ استنى ممكن اشوف عربي بقى لو عايز. لا العربي كده كده كتير. استنى افتكر لك. في مثلا مين؟ كان في مثلا بيزيكلي هومليس. تسمع عنه؟ لا ما سمعتش عنه بصراحة. بيزيكلي هومليس ده واحد كل شويه يعمل تحديات بتاعت يعني بص بيقعد يعمل سيت ابس. يعني عمل امم. انفيزبل سيت اب. عمل سيت اب ما مش موجود. يعني سيت اب ما فيش. يعني انت عارف انت الناس لما يجوا يعملوا سيت اب اللي هو يقول لك ادي ايوه الكيس عارف. ادي الشاشه ادي انا معلق الشاشه لا انا حاطط الشاشه مش عارف ازاي. لا ده عامل السيت اب بيلت ان في الترابيزه. يعني عمل ترابيزه والترابيزه دي فيها بقى الكومبوننتس بتاعت مزروع البي فيها سي تمام. الشاشه يعتبر بس نازله كده من غير فريم من غير اي حاجه. نازله كده هي حته جلاس كده. وفي زي بروجيكتور بينزل عليها الكونتنت بتاع السكرين. والماوس مفيش ماوس. هو عمل حاجه بالليزر بحيث ان هو لما يحط صباع في الليزر يكليك. فاهم؟ محتاج ابقى ابعته لك الفيديو ده واو. عشان ايه ده الموضوع جامد عشان بقى باين ان ببعته. انا بخرف دلوقتي. فمثلا في واحد اسمه بورد. واحد كوري كده بيعمل طبخ. بس الطبخ ده عامله يعني. عارفه عارفه. كان طلع مع. اه كنت بشوف ليه ريلز على يوتيوب ايوه كتير. شفت انت الطريقه اللي بيعمل بيها الفيديوهات بيعملها كده. كان طلع حد من اصحاب مستر بيست كان بيطلع معاهم كده ايه ده؟ مع لا اصحابه. يبقى انت كده قصدك على حد تاني مختلف. لا انا اللي لا ما هو بيطلع ساعات مع حد من اصحاب مستر بيست، كان مره كان بيطلع معاه اللي هو شعره اصفر. يا باين. اسطى لا هو كوري شعر اسود عادي. هو لا غالبا. هو كوري شعر اسود بس بتكلم ان في حد من اصحاب فيديو بوي قبل كده طلع معاه في فيديو. مش عارف انا عمري ما شفت. لا مستر بيست طب مش فيديو بوي، مستر بيست.
انا مش بتكلم على مستر بيست، انا بتكلم على بورد دلوقتي، واحد اسمه بورد. ما بورد، ما ده قبل كده عمل فيديو طبخ، هو بيطبخ مع حد من اصحاب مستر بيست. اللي اقصده يعني اوكي، ما اعرفش الحوار ده، ما اعرفش الحوار ده خالص. هتلاقيه في طب الريلز، هو انا طب كنت هو بشوف بيعمل ايه الريلز طيب؟ اكتر. محتوى طبخ صح؟ او محتوى طبخ، بيجيب طبخات غريبة او كده وحاجات اي حاجات كتير بيحط فيها بيض او ستيك مثلا، امم. بيعملها بطرق مختلفة. وعمل يو اي كانه في لعبه. تقريبا. هو ايوه هو ده روش قوي، ده فيديوهاته مريحه نفسيا. بمناسبه، انا بحب اشوف الريلز بتاعته كده قبل ما انام كل يوم. ما ايوه مريحه نفسيا. وبمناسبه المريحه نفسيا، في واحد برضو اسمه فن وذ جورو، تسمع عنه؟ تقريبا سمعت عنه قبل كده. ده بيعمل فيديوهات ايستر ايجز الالعاب، بس طريقه الايديتنج بتاعته بتخليك تحس ان مفيش قرف في الدنيا كده. تتفرج كده تحس ان هو يا سلام، فاهم؟ مريحه مريحه جدا كده، انت تتفرج كده تحس انك انت رايق. فن وذ جورو بيعمل فيديوهات ايستر ايجز وحاجات اللي هي اللي هي سيكريتس والاتنشن، الاهتمام بالتفاصيل يعني بتاع الالعاب وكده. فهمت، حلو ده، امم. بشوفه برضو. لا لا، بص في يوتيوبرز كتير بحب اشوفهم يعني، وده السبب اصلا اللي خلاني وانا يوتيوبر من فراغ يا ابني، ما انا 24 ساعه قاعد على الابلكيشن ده. اه. تراك اصلا بمحتوى الجيمرز في مصر او كده او مطورين الالعاب، شايف لسه ممكن مثلا حاجه ممكن تعمل شركه او لعبه تنافس حاجه بره؟ اوريدي في ديفلوبرز كتير مصريين، لو المفروض اصلا كمان عاملين ديسكورد سيرفر اسمه اي جي دي، مطورين الالعاب المصريه. لا في اصلا يعني مطورين العاب كتير قوي وشغالين على حاجات كتير. بس السين دلوقتي اللي انا ملاحظه يعني ان هم مركزين على الموبايل اكتر. ما عشان موبايل حاليا، موبايل ليجند مش عارف ايه الحاجات دي كلها منتشره اكتر، فموبايل في اي ايد حد بيستعملوه كتير يعني. فهو ده اكتر حاجه سيف تعتبر شويه. بس في ناس برضو عندها طموحات برضو يعملوا العاب عادي تنزل على ستيم وكده. زي مثلا في لعبه اسمها ميليشيا، تسمع عنها؟ ما انا كنت بلعبها معاك. اه صح، انت كنت جنبي واحنا عاملين مجربه صح. ميليشيا دي مثلا فاهم، دي يعني شايفها يعني حاجه مش موبايل. هي اكشلي هو عمل لها بورت الموبايل، بس انا قصدي اللعبه الاساس بتاعها ان هي مش موبايل وبتاع ده. و يعني ليها بوتنشال جامد ان هي تبقى لعبه حلوه على الكمبيوتر يعني. ف انا كنت اللعبه دي سمعت عنها اصلا قبل الايفنت حتى اللي روحته، كنت سمعت عنها، حد يوتيوبر مصري كان بيتكلم عليها. ما بقى لهم فتره شغالين فيها، فدي تعتبر يعني من الالعاب يعني اللي مش موبايل المصريه الموجوده يعني. فالسين يعني بتاع الديفلوبرز يعني هيمشي قدام يعني. بس هو المشكله ان صناعه الالعاب بتبقى كومبليكيتد شويه، محتاجه بقى بابلشرز بقى وشركات واسمه ايه ده، وديزايننج وحاجات كتير. يعني الموضوع مش سهل. فهو فعلا السيف هيفن او الاختيار ال ده غير شركات السيف كتير يعني. اصلا بتحط مشاهد تمثيليه، فانت صعب تعمل حاجه زي كده في مصر عشان لعبه مثلا. تمثيليه ايه؟ لا، اللي هو بيجيبوا مثلا ممثلين او حاجه ويمثلوا في اللعبه عشان يعملوا ستوري مثلا، مش هيجيب لك مثلا كريم عبد العزيز يمثلك في لعبه هنا في بص مصر. انت كده دخلت يعني طلعت بالطموحات قوي يعني. هو في الاول بس عايزين دي نعمل استحاله يعني انا عايزين. عارف. هو دلوقتي هو لا هو مفيش استحالة وكله ممكن. بس هو دلوقتي كخطوة انك انت تعمل العاب مثلا زي كول اوف ديوتي فيها بقى قصة وممثلين واداء صوتي والناس تقعد تمثل وبتاع، محتاج بقى موكاب، عارف انت اللي هو اللي بياخد الموفمنت بتاعتك وكده. الموضوع ده عارف. لسه خطوة كبيرة فاهم يعني، لسه خطوة كبيرة. هو دلوقتي ان احنا عايزين ان احنا نعمل العاب بلايابل حلوة، تمام. وحته بقى تمام. الناراتيف يعني مش لازم يبقى الكاتسين زي ما نشوف كول اوف ديوتي، ممكن يكون بطرق تانية. يعني مثلا ماكس بين، تعرف ماكس بين؟ اكيد طبعا، دي اول لعبه لعبتها في حياتي على البي يا سي. سلام ونعم، الاختيار جامد. شفت الكاتسين بتاعها كان عامل ازاي؟ انا بحب السلو موشن قوي اللي كان فيها. لا لا، الكاتسين مش بتكلم على الجيم بلاي. كات سين حلو برضو. الكاتسينز كانت فيجوال نوفلز، يعني كانت صور وفي واحد امم بيتكلم. دي ابسط طريقه انك تعمل بيها كات سينز في عامه يعني. بدل ما هم كانوا يعملوا انيميشن وبتاع ومش عارف ايه، هم جابوا شويه صور عليها شويه افكتات
وواحد بيتكلم عليها م- م. وعمل قصه حلوه، فاهم؟ فاهم اه. فتبقى بدل ما انت تعمل تضيع بادجت كبيره في انك تعمل كاتسين بقى فشيخ زي كول اوف ديوتي او كده، ليه يا عم ما تعملش حاجه زي ماكس بين ما عملت فيجوال نوفل بسيطه حلوه جميله، واحد بينريت و في العاب مثلا بتاعت مارفل القديمه كانوا بيعملها زي ستوري مثلا من كوميكس او حاجه. قصدك زي مثلا ايه؟ في باين سبايدر مان، جزء قديم كده سبايدر مان كان فيه الحوار ده. كان يجيب لك قصدك جزء من سبايدر، الكوميكس. قصدك اسمه ايه ده، اللي هي سبيكتاكولار سبايدر مان؟ لا استنى كان اسمها ايه؟ اميزنج سبايدر مان؟ لا كان ليها اسم كنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، استنى. اه ما فاكر ان كانت عنها، بس انا كنت لعبتها زمان ساعتها، كان بيعرض جزء من الكوميكس او حاجه بدل ما بيعرض التيمت ستوري. سبايدر مان، لعبه التيمت سبايدر مان صح قصدك دي؟ تقريبا بس دي مش برضو يعتبر متاكد بس. الكاتسين كان فيها شغل، هو واخد الشكل بتاع الكوميك بوك، بس هو فعلا عامل انيميشن يعني فعليا. انا بتكلم على حاجه ابسط من كده، شويه صور وانت بتتكلم عليها. لو انت عايز تعمل كاتسين زي ما كده دلوقتي لحد ما ان شاء الله الدنيا تظبط اه. تظبط اكتر ما على قدام. فكره موجوده في الموبايل، اغلب العاب الموبايل حتى مش كده الكبيره بتعمل كده مع الموبايل عموما يعني. بالظبط. فخطوه الموك اب بقى وكده محتاجه يعني ايه، اظن قدام شويه. لو من دلوقتي يبقى مصلحه، بس اظن الموضوع بيبقى صعب. اكيد اه. احنا محتاجين بس نتطور بس الاول، بعدين نشوف اه الحوارات نعمل دي. المهم، نعمل اللعبه تتلعب، لان الاساس اللعبه ايه؟ اللعبه انك انت تتلعب. تلعب، انك انت تلعب وتتسلى، فاهم؟ بعد كده الكات سين ده عارف انت اللي هو زي التوابل، ان انت ممكن تاكل فراخ تاكل وتشبع، فاهم؟ بس انت لو حطيت عليه بقى ملح بالظبط فلفل، اه. شويه كده بابريكا على شويه شطه على شويه توم، تشوحها شويه على الجريل، هي فراخ برضو بس فراخ كده، انت بالظبط. انت مبسوط، فاهم؟ فهي دي بقى انت عندك اللعبه. زي بس بور بس اللي فيش كنا اتكلمنا عنه. الايه؟ زي بور اللي اتكلمنا عنه الكوري ده. برج ايه؟ ده كام زي بور الكوري ده برضه، ايوه هو بالظبط، بيعمل ايوه ستيك بالظبط اللحمه. بالظبط، هو صح بص صح، انت. بورد، ايوه ايوه. ده بيعمل الاكل بمزاج، فاهم؟ فاللعبه انا بالنسبه لي القصه بالنسبه للعبه زي التوابل اللي تخليك تتمزج باللعبه، فاهم؟ تديك كده فاهم اه. ايه اللي هو الملح والفلفل اللي يظبط الطعم يظبط الدماغ. لكن الاساس طبعا اللعبه، بالظبط اه. فاهم؟ لازم لعبه تسليك، لان لو كده اتفرج على فيلم بقى وخلاص ولا ايه؟ اه انا على فكره بديت اتفرج على افلام اكتر يعني الفتره دي، عشان بقيت في الالعاب بحس الستوريز مثلا هي مثلا او حاجات بتتكرر، ما- او ما بحسش بيه اه حاجه ما دي بقى مشكله ممتعه. المودرن جيمنج، اللي هو دلوقتي ايه، زمان كان في الناس عندها فيجن او عندهم طموح ان هم يعملوا لعبه حلوه تتلعب حلو. بالظبط. بس بقى ايه، الالعاب دي نجحت، فساعتها بقى يجي يخش البيزنس والشركات بقى ان هي ايه دلوقتي عايزين يعملوا. هو بيركزوا على الجيم بلاي اكتر من الستوري. هما مش بيركزوا، هما بيركزوا على ايه إيه اللي نجح، يعني يشوفوا ايه اللي امم. نجح قبل كده، تعالى بقى نكرره عشان ايه، ناخد ارباح. فهم بيركزوا مش ان هم يعملوا لعبه حلوه، فهمت. وبيركزوا ان هم يعملوا اللي شغله وخلاص، شوف الناس عايزه ايه واعمل زيه وخلاص، فاهم ازاي؟ فهمت فما اه. بقاش فيه مجال للابداع، لانك انت لو ابدعت فانت في ريسك انك انت تعمل لعبه ما تعجبش الناس قوي، او مش زي ما الالعاب القديمه، فاهم ازاي؟ فهم يقول لك لا فاهم اه. الريسك فاكس، خلينا في اللي احنا عارفينه. عشان كده تلاقي اساسنز كريد عماله كل شويه تتكرر وما بقتش فيها، يعني انت فاهم ايوه فاهم ايوه. ازاي؟ اساسنز كريد مثلا من الالعاب اللي تحس كده ان هي فين التجديد. بس الجزء الجديد بصراحه حلو يعني، هو هو قشط. نفس الحاجات جيم بلاي كل حاجه، بس او الفرق بس في الستايل والدنيا بس اللي فيها. ايوه بس تحس ان هم مش بيعملوا ابداع مش ستوري جذري، مختلفه فاهم؟ اه. هو عادي اللي هو شوف ايه اللي شغال ايه اللي نافع واعمله. فتلاقي كده ان الالعاب بقت ستيل بقى، فاهم انت اللي هو دلع، العاب دلع. جين ويك. لو انت قشطه يلا، تحس انك انت بتلعب مش بتستمتع باللعبه، انت بتعمل تاسك، يلا بقى هقفل اللعبه دي عشان ايه، اشوف الجديده ايه ده نزلت، طب يلا نقفلها كده، فاهم؟ زي فار كراي برضه. ما فار كراي، اه فار فار كراي كراي 6 مثلا. فار كراي 3 نجحت قوي، فقعدوا يحاولوا ده قدر انجح جزء الامكان ان يعني. هم يخلوا الفورميلا بتاعتها تبقى ما يغروش فيها قوي لان هي نفعت.
فيقعدوا يعملوها برضه. فهي دي ده اللي بيخليك تحس انك انت الالعاب هي فتلاقي نفسك بتتفرج على افلام. تيجي تشوف الافلام هتلاقي نفس الموضوع بيحصل في الافلام برضه. هتلاقي ان هم دايما زي جون ويك مثلا. يعني جون ويك لسه المفروض خلاص، يعني كل حاجة انتهت، عملوا اعلنوا عن جزء خامس كمان تاني. بالظبط. فهو دلوقتي عشان ناجح هو كده كده يعني منطقي. if it ain't broke don't fix it. لو حاجه مش بايظه ما تصلحهاش، اعملها خلاص طالما ناجحه اعملها. بس في نفس الوقت ده بيخلي الحاجات كلها تحس انها شبه بعضها. اه اكيد. فهتلاقي حتى دلوقتي مركزين دلوقتي على الريبوتس، على انديانا جونز مثلا، فيلم نزل في السبعينات يلا نعمله تاني علشان النوستالجيا دي سلاح مهم جدا انك تخلي الناس تحب تتفرج. انت شفت اللي حصل في سبايدر مان اظن. اكيد اه. فدلوقتي بعد ما شافوا اللي حصل في سبايدر مان لما جابوا الممثلين القدام دول كله بقى يلا بقى جوراسيك بارك يلا نفس الكلام يلا في نجيب باتمان. باتمان برضو جابوه في فلاش. باتمان اتعملت لا باتمان كده كده اتعملت، الجزء بتاعه والقصه بتاعته اتعملت ب 100 طريقه، 100 شكل. لا بس لا، في فرق ما بين انك انت تعمل باتمان بشكل مختلف لان هو كده كده شخصيه تايمليس، غير مثلا تجيب سلسله مثلا زي ذا مامي مثلا. قصدي. شفت ذا مامي؟ لا ما شفتوش بصراحه. فيلم ذا مامي ده كان نازل في مش فاكر التسعينات تقريبا. كان بيحكي يعني عن موميا بترجع للحياه بقى تاني ولعنه الفراعنه والحاجات دي. فنجح يعني نجح. عملوا منه 3 اجزاء. اول جزء تقريبا اول جزئين كانوا حلوين قوي، تالت جزء بس جم بقى في فتره كده 2015 ولا حاجه قرروا يعملوا ريبوت بتوم كروز، ذا مامي بس توم كروز، فاهم؟ لمجرد بس ان هو ذا مامي وكان ناجح وبتاع ومش عارف ايه، فاهم؟ بس بدل ما ويجيبوا ممثل مشهور. ايه ويجيبوا ممثل مشهور عشان تنجح يعني. بالظبط. فبيحاولوا ان هم يعملوا حاجه اسمها نوستالجيا بيت، اللي هو يجيبك بالحنين للماضي، اللي هو انت كنت بتشوفه وانت صغير ما تيجي تشوفه تاني وهو كبير. عملوا كده برضو في جوراسيك بارك. اخر جزء كان دومينيون ده، جابوا الممثلين القدام بتوع التسعينات اللي ظهروا في اول جزء خالص. انا ما رضيتش اشوفه انا عشان عارف القصه منتهيه، فاللي هو انا قلت هيزودوا ايه تاني. بالظبط. فالفيلم كان اكشن حلو يعني، بس الستوري يعني عارف انت اللي هو يعني زي ما قلت لك اللي هو يلا انا يعني نعمل القصه اللي تنفع مع ذا فرايداي 13 مثلا، القصه خلصانه بس كل شويه يعملوا جزء منها تاني. ده بتاع اللي هو جوني صح؟ ده معمول له لعبه برضه حلوه قوي. ما لعبتهاش، حسيتها اللي هي عامله زي ديد باي داي لايت. ما هي نفس النظام، ونزلوا في نفس السنه حرفيا، والاتنين كانوا بينافسوا بعض. ما دي الفكره بقى فين، مش عارف ايه الحوار ده. تلاقي العاب نفس الستايل نازلين في نفس الوقت. وغير غير فرايداي برضو كان في لعبه كانت حصل لها نفس النظام. مش لعبه، كان فيلم. فيلم اللي هو جاكسو. معرفوش. سو نفسه، اللي هو الفيلم الرعب ده. قصدك ايوه ماله بقى. نزل بقى ساعتها برضه نزل فيلم اسمه جاكسو. نزل لسه جاء السنه دي. لسه نازل الجزء الجديد. لا السنه دي اسمه 5 ولا ايه جاك دو ايه ده. لا جاك دو ده هو ايه ده، ثواني بس عشان ما هو جاكسو هو جاك. لا هو سو نفسه. ما هو في جاك سو، في فيلم اسمه جاك دو. انت قصدك على جاك دو ولا جاك سو؟ لا سو خلينا في سو. جاك سو فيلم، استنى كده. هو الفكرة ان القصة منتهية من امتى؟ منتهية اصلا من السيزون اللي فات، من الفيلم اللي فات، بس هما قرروا يعملوا تاني ويعملوا حاجة نوستالجيا بيت برضو، اللي هو قصة قديمة واللي حصل. ما كده كده هتلاقي ان التكرار عامة ان هم الناس بيدوروا على ايه، او الشركات يعني بتدور على ايه اللي نفع يلا نكرره من غير ما يبقى في مجال للابداع. عشان كده بحب الالعاب الاندي عادة بتبقى حد هو باشنت بالبروجكت ده، فبالريسورسز اللي معاه بيعمل حاجة كرييتيف جدا. فهمت. فعشان كده لو انت عايز بقى حاجة جديدة فعلا وحاجة روشة وحاجة في اللذيذ، جرب بص على الالعاب الاندي وشوف ايه اللي ممكن يعجبك فيها. خلاص اجرب يعني بس في مثلا العاب اندي زي ايه، مفيش حاجه في دماغي قوي، بس في واحد اسمه جيم ميكرز تول كيت. ده من اليوتيوبرز برضو الاجانب يعني،
ده بيعمل زي هي تشانل جيم ديزاين، بيجيب لك يقعد يتكلم عامة ليه مثلا اللعبة دي مسلية وليه اللعبة دي لأ، ليه ازاي تخلي الواحد يفضل مبسوط وهو بيلعب، يعني ان كل شويه اللعبه تقعد تكافئك عشان تحس انك انت عايز تلعب اكتر، فاهم؟ بيديك يعني تيبس اند تريكس انك انت ازاي تصنع لعبه. فهو بيعمل كل فتره، حلو قوي ده. ما هو بيعمل كل فتره حاجه اسمها جيم ميكرز تول كيت جيم جام. لو انت مش فاميليار بالجيم جام، فهو زي مسابقه كده بتتعمل لمده مثلا 3 ايام. مطلوب منك في م-م. ال3 ايام دي انك انت تطلع بلعبه بس. عارفها، وعرفت المسابقة دي ايه. دي المسابقة كان معمول لها موقع بتعمل ألعاب زي ألعاب صغيرة كده. منها اللعبة اللي اشتهرت دي، اللي هي المفروض لعبة رعب. بتبقى في مدرسة كده. انهي بالظبط لعبه المدرسه دي؟ لعبة رعب كده، المفروض شخصية بتكون في مدرسة، ومفروض ان هي المفروض هي بتخوفك، يعني لو انت شفت او حاجة انت خلاص خسرت. لعبة مدرسة؟ لا مش عارفها الصراحة، تعرف اسم؟ انا مش فاكر اسمها، بس هي كانت ترند وقتها، وكانت طالعة من المسابقة دي. كان موقع كده فيه كل الالعاب اللي طالعة في المسابقة، اللي اتعملت في المسابقة ما دي. بالظبط، هو الجيم جام عامة يعني فكرته انك انت تبقى ليميتد في الوقت، والليميتد برضو في الافكار، بتبقى بيديك زي ثيم معين، يقول لك مثلا. اغلبها اصلا العاب اللي هو تحسها مرسومة ستيك مان كده. ما هي علشان انت عندك 3 ايام بالظبط، فانت ما عندكش اه وقت اه. اصلا تظبط انيميشنز، الا لو انت يعني بالظبط مجهز اه. حاجات قبلها يعني. بس انت ما عندكش وقت تظبط انيميشنز، ما عندكش وقت انك انت تظبط تعمل بقى كونسبت ارت، وفاهم ما فيش وقت. فانت بتحاول تشوف حاجه بسيطه جدا بس فكره حلوه جدا، ممكن بسببها تعمل لعبه كامله قدام. فهو فاهم. بقى جيم ميكر ستور كيت ده بيعمل بقى فيديوهات بقى ساعات، يجيب لك احسن الالعاب اللي طلعت من الجيم جام اللي هو عمله ده. ففي بقى العاب فكرتها بص يعني افكارها جامده قوي، بس طبعا بيزد على احلى حاجه برضو انك انت بيحجمك بثيم معين. فكره الثيم معين يعني مثلا في جيم من الجيم جامات اللي عدوا قبل كده، كان الثيم كان دقه قلب، فاهم؟ سامعني حلو سامع ده. ال انا اه سامع حاسس ان انت بتعمل افكت بجد. ايوه. فانت مثلا انت دلوقتي جيم ديفلوبر، سمعت دقه القلب، ايه اللي ممكن يجي في دماغك؟ ممكن مثلا يجي في دماغك لعبه رعب، واحد خايف. ممكن مثلا اه ممكن بالظبط. يجي في دماغك قلب، يعني صحة، يعني مستشفى، ممكن نعمل لعبة عن مستشفى، فاهم؟ مم. قلب واحد بتاع كبدة كبد وقوانص، فاهم؟ لعبة مطعم، فاهم؟ ممكن لعبة رعب. ممكن، ما أنا قلت لك لعبة رعب في الأول عشان خايف اه وكده، فاهم؟ اه اه. فأنت عندك بقى إيه؟ عندك من الثيم ده ممكن تطلع بفكرة، فاهم؟ مظبوط عليها، فاهم ازاي؟ حلو الفكرة. انا فاكر ان انا شفت الموقع ده، او شفت حاجة موقع زيه بيعمل العاب كده، كان العاب صغيرة كده معمولة، المفروض كمسابقة او حاجة، بتبقى 3 ايام. العاب بتتعمل 3 ايام. بالظبط. فكانت مسابقة او حاجة حد عملها يعني، وكان في كذا يوتيوبر سعودي كان بيجربوا الالعاب دي. ايوه، ما انا قبل كده برضو كنت عملت فيديو كام لعبة مصرية من جيم جام اتعمل في مصر. اه فاكر الفيديو ده. فهي نفس الفكره كده. فانت بقى لو عايز بقى حاسس انك انت زهقان من العاب التريبل اي او العاب الشركات يعني وكده، ممكن تبص على العاب الاندي وتشوف بقى الحاجات الروشه اللي ممكن يجي منها. يعني مثلا لعبه زي انسايد او ليمبو، دول يعتبروا العاب اندي، عارف؟ ليمبو دي عارفها اه. تعتبر لعبه اندي، شايف؟ بسيطه جدا بس شفت نكهت ازاي. انا بحب الالعاب برضو الانديان اللي هي موجودة على ستيم، برضو حلوة، ما افكارها هي حلوة. الاندي، هتلاقي الالعاب الاندي او الالعاب المستقله دي موجوده على ستيم بقى، او موجوده على في برضو اندي جوجو، موقع اسمه اندي جوجو، في موقع تاني اسمه اتش اي او. اه اكيد ده عارفه. بس فهتلاقي الالعاب الاندي في الحاجات دي. ففي حاجات بتبقى فري، في حاجات طبعا بتبقى بيد عشان الراجل يعني طلع عينه على ما يخلص اللعبه. فساعات بقى بيبقى عايز اي سبورت، فاهم؟ لا فاهم الالعاب اه. الاندي الصراحه لو انت عايز حاجه كرييتيف، خش على الالعاب الاندي. هو بالنسبة أصلا الألعاب دي، هي اشتهرت أصلا وقتها، بس اللي هو محدش سمع تاني بعدها عنها. آه، اللي هو من يوتيوبر مثلا سعودي أو حاجة، أو إن ساعتها السعوديين يعني يتكلموا كتير على الموضوع ده، الألعاب دي. ما هو كده كده الالعاب دي عاده بتبقى معروفه على سكيل قليل قوي،
فما تبقاش مثلا بتأثر على الثقافة عامة زي الألعاب التريبل اللي بتنزل زي جي تي اي مثلا، مأثرة على الثقافة بتاعتنا، فاهم؟ اللي هو الناس فاهم. عارفة افيهات عنها وكده، على عكس الألعاب الاندي بتبقى ايه، جروبز بس معينة عارفاها وخلاص، فاهم؟ بتبقى تلاقي فاهم. بقى اللي هو انت ايه، الناس اللي هم ايه الهارد كور ممكن يعرفوها ودول قليلين مثلا، فاهم؟ فهمتك اه. جامد. هو احنا تقريبا كده خلصنا، احنا اوه، دخلنا خلاص، احنا داخلين في 50 ايه دقيقة. ده، ده والله ما حسيتش حرفيا، بالوقت خالص. لول. والله ولا انا. دي جامد. تقريبا دي اطول حلقة فعليا عندي في القناة. تسقيف حط بقى افكتات حد الناس بتسقف، فاهم؟ هحطها اكيد. طب جامد والله، انا ما حسيتش بالوقت خالص، صدق. ولا انا. جامد والله. انا واخد جينيس بالحلقة دي في الشانل عندي بالذات، عشان عمري ما عديت الحلقة عن 50 دقيقة او 40 اصلا. يا نهار ابيض. طب حلو والله، انا كده واخد سكور يعني. انا واخد سكور، اكيد. واخد احلى سكور، اطول حلقة. آه، خلاص قشطة اتفقنا. ايش؟ انا كده كده خلصنا اصلا. اه صح، ايه في بقى، في زي اوترو بتعملها او حاجة، نقول الوداع ولا بنعمل ايه؟ آه، تشوف انت ممكن نقول ايه، انا عمري ما عملت اوترو. ودي كانت حلقتنا النهارده في بودكاست، النهارده اسمه ايه البودكاست؟ طلع البدر علينا. طلع البدر علينا. عشان انا بدر. اه اوكي، دي دي انا كانت الحلقه طلع بتاع البدر عليكم. طلع البدر عليك. اوكي، فدي كانت وصلنا لاخر حلقتنا من بدر دخل طلع علينا. البدر علينا. طلع البدر علينا. خلاص انا اقول وانت قول، ماشي؟ انا اقول اللي ماشي. هو، وخلاص يا جماعه خلصنا الحلقه بتاعت. طلع البدر علينا. استنوا الحلقات الجايه.